اللي يعمل برجر فراخ زينا نقول له يا عمنا احنا النهارده بنص كيلو من البانيه هنعمل احلى ساندوتشات. شايفين المنظر تحفه ازاي؟ حاجه كده خطيره. نص كيلو بانيه عمل لي 9 ساندوتشات من دول. الساندوتش بره عدى ال 150 جنيه. النهارده احنا هنعمل 9 ساندوتشات ومش هيكلفونا الرقم ده بنص كيلو بانيه. احنا هنقول بالكايزر بالخضار بكل حاجه كله كده على بعضه هيكلفنا تقريبا 100 جنيه او 120 جنيه، وهيعمل لنا 9 ساندوتشات يكفوا البيت ويوفوا حاجه تحفه. جهزي ساندوتشات للمدارس للمصايف لكل اللي نفسك فيه. يلا نشوف الوصفه كامله. تابعي الفيديو للاخر، في تفاصيل مهمه جدا عشان يطلع معاكي الساندوتش بالجمال والحلاوه والفخامه دي. شايفين حتى المايونيز عاملينه في البيت مع بعض قبل كده. يلا نشوف هنبدا ازاي. دول نص كيلو من الفراخ وهيعملوا لنا كميه معقوله جدا من البرجر، مغسولين كويس جدا ومجهزه مكون واحد للتتبيله. ميه بصل عليها ملح وفلفل، دي بصلايه كبيره ضربتها في الكبه عصرت ميتها. ميه بصل فقط لا غير وملح وفلفل، ومش عايزه اتبل الفراخ بحاجه غير كده علشان خاطر انا مش عايزه حاجه تغير طعم الفراخ نهائي. هنسيب الفراخ في التتبيله دي على الاقل ساعه. طبعا كل ما سيبناها اكتر هتكون شربت من ميه البصل وطعمه اكتر، فهنسيبها ساعه في التلاجة ونرجع نشوف هنعمل احلى برجر فراخ ازاي. سيبناها ساعة في التلاجة زي ما قلنا. ضربتها في الكيتشن ماشين ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. هضيف اضافات بسيطة وسهلة ومش خزعبلية علشان يطلع معانا احلى برجر. هحط معلقتين كبار من نشا الذرة. نشا هنا فايدته انه يخلي القطعة متماسكة معايا. رشة من الفلفل الاسود. هحط باكو من الفيجيتار وباكو من المرقة الفورية. هعجن كويس جدا علشان اوصل لقوام متماسك. يلا كده زي ما انتم شايفين بقى عندي عجينة اقدر اشكلها بمنتهى السهولة. بصوا يعني انا هعمل تيست دلوقتي كده قدامكم. هاخد قطعة وابدا ابططها بالشكل ده. اهم حاجة نخلي القطعة رقيقة عشان تستوي بسهولة، ولانها لما بتستوي بتبدا تكش شوية، فما بتكش بتتخن فما يبقاش شكلها وحش جوه الساندوتش. اهو لما اعمل البرجرايه بالحجم ده وبالسمك ده ممتاز. لو لقيتي انها مش بتتشكل معاكي بالسهوله دي وبتفك منك حطي معلقه نشا كمان. هنشكل البرجر ونشوف الكفر الخارجي اللي هنعمله للبرجر شكله ايه، بس بعد ما نشكل الكميه دي ونسيبها ترتاح شويه في التلاجة عشان لما اجي احطها في البيض ما تفكش مني. شكلنا البرجر وما شاء الله النص كيلو بانيه عمل لنا 9 قطع حجمهم ممتاز جدا جدا جدا. سيبناه يرتاح في التلاجة في الفريزر زي ما تحبي. معايا بقسماط، دقيق، وبيض رباه بملح وفلفل. ما نحطش على البيض ده، احنا بنعمل للبانيهات البيض عليه شويه لبن. النوع ده من البانيه مش هنعمل له لبن علشان خاطر احنا عايزين نخلي البرجرايه من بره كريسبي. اول حاجه هنبدر في الدقيق اهو كده. ممكن نستخدم شوكه وبحرص بالراحه واحده واحده ايه نقلبها اهو. ناخد من هنا بقى بالراحه كده نحط في البقسماط. بجد هتنبهروا بالنتيجة. يلا بسم الله. اتكي كده على البرجراية وانتي بتحطي البقسماط عليها عشان خاطر البقسماط يغلفها من كل النواحي اهو. تمام. في طبق جنبي كده واحط اللي اتعمل. نكمل بقية الكمية ونرجع نشوف هنقلي البرجر ازاي علشان يطلع كريسبي وخطير. وخدي بالك الخطوة اللي جاية بتاعت القلية دي هي بقى اللي هتبين لنا قد ايه البرجر هيطلع معانا ناجح في البيت. مهم جدا تتابعي الخطوة اللي جاية بتاعت القلية. نكمل الكمية ونروح نقلي بقية البرجر مع بعض. حطينا زيت على النار، نار متوسطة على العالي مش متوسطة على المنخفض. دايما بفهمكم الجزئية دي لانها مهمة. زي ما انتم شايفين منظر البرجر تحفة تحفة تحفة. بصوا انا حطيت كده حتة بقسماط صغيرة كتست علشان اطمن ان الزيت اتقدح علشان البرجر ما تفكش مني. ونقول بسم الله. شايفين الجمال
تعالوا كده نقلب واحده مع بعض. بسم الله. الله، شايفين اللون تحفه ازاي؟ خلصنا قليه، يلا بقى نعمل احلى ساندوتش. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ شايفين اللون؟ شايفين قرمشه؟ مش ممكن. تحفه تحفه تحفه، ما كشتش خالص، كريسبي من بره وطريه وجوسي جدا من جوه، الطعم تحفه. تعالوا بقى كده نظبط الساندوتش. شرايح طماطم، خيار مخلل، عملنا مع بعض قبل كده المايونيز اهو، مايونيز بيتي بقى حاجه وصايه. شايفين منظر الساندوتش تحفه ازاي؟ انا عايزه اقول لكم اخر واحده طلعت دي، بصوا منفوخه ازاي، خطيره خطيره خطيره، مقرمشه جدا من بره، طريه من جوه. سامعين صوت القرمشه؟ تحفه يا جماعه والله. يعني هوريكم القطعه من جوه شكلها عامل ازاي عشان اقول لكم قد ايه هي خطيره. المنظر في منتهى الجمال ومغري جدا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، وتابعوني على صفحه الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفه جديده قريب ان شاء الله.